بوغزة او تنميل او كهرباء في ايدك، مش قادره تعملي بايدك اي حاجه، التنميل او الكهرباء دي ممكن تصحيكي من النوم. تعالى اقول لك انت عندك ايه. تانل سندروم او متلازمه النفق الرزغي، متلازمه بتيجي لكتير جدا من الناس وخصوصا السيدات. الرزغ ده في الاساس بيعمل كنفق او كممر بيعدي منه الميديان نيرف او العصب الوسطي. للاسف في بعض الناس عندها الممر او النفق ده ضيق، وبسبب انضغاط العصب الوسطي او الميديان نيرف يعمل الاعراض اللي اتكلمنا عنها في اول الفيديو. شخص مريض الكاربال تانل سندروم حتى وانت في العياده بتجيب ايده وتشدها عليك وتفضل ماسكها في الوضع ده شويه. لو ظهر تنميل او خذلان او كهرباء في اول 3 صوابع ونص اللي اتكلمنا عنهم، ابتداء من اصبع الابهام ده لحد نص صابع البنسر اللي هو اللي بنلبس فيه الدبله ده طبعا تشخيص مبدئي لحاله الكاربال تانل سندروم. طبعا لازم نعمل رسم عصب عشان نتاكد نشوف حاله الانضغاط اللي بيعاني منها الميديان نيرف، هل هي متوسطه او خفيفه او شديده، عشان بناء على ده نبدا نعالج المريض. بعض الحالات تلبس الرزغ الطبي او ريست بريس عشان تقلل من الاعراض دي. طبعا ممكن بعض المسكنات على حسب درجه الالم، او ادويه مقويه للاعصاب زي فيتامين بي 12 او فوليك اسيد. بعض الحالات اللي باين فيها رسم العصب وجود انضغاط شديد للميديان نيرف او العصب الوسطي وما بيستجيبش فيها المريض لاي علاج دوائي ولا اي وسيله من اللي اتكلمنا عنها سابقا، بنضطر نعمل عمليه اسمها عمليه تسليك عصب.